السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه عالم الاختين سيسترز لايف ستايل. كنجدد الترحاب بكم وكنتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الرغيفه اللي كتجي هائله رائعه لذيذه خفيفه ومقرمشه. كنتمنىكم تجربوها بطريقتي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها، كتكون خفيفه البنات والله صدقوني ما تشبعوش منها. مع كويزيلاتي يعني كتكون هائله ورائعه جدا. الحشوه ديالها لذيذه وبسيطه في نفس الوقت. كنتمنى تتابعوا معايا هاد الرغيفه ديال الفرن وتتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، تعرفوا على المقادير وايضا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله نبدا. في البدايه البنات كنحتاجوا للدقيق نوعيه جيده. الدقيق نصف كيلو الى كيلو الا ربع من الدقيق. ثم كنحتاجوا الملح وايضا ملعقه من السكر. كذلك كنضيف قليل من الخميره حبيبات، تقريبا نصف ملعقه صغيره او راس ملعقه صغيره من الخميره، وكنجمع بالماء الدافئ. كنعاود ناكد الخميره ان فقط راس ملعقه قليل جدا من الخميره حبيبات، وكنجمع بالماء الدافئ العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. هو هذا. من بعد ما جمعته غنغطيه ببلاستيكه ونخليه يرتاح جانبا، وغندوز نحضروا الحشوه ديالنا اللي غنحتاجوا فيها تقريبا جوج بصلات او جوج بصلات، يعني من حجم كبير مشلضين رقيق بهذا الشكل هذا. وكذلك البنات كنحتاجوا خمس فلفلات او 4 ديال الفلفلات كبارين مشلضين رقاقين كيف ما كتشوفوا معايا. وكذلك نحتاجوا هنا 250 غرام او 200 غرام من الكبد، 4 او 250 غرام من الكبده مقطعه طريفات صغار. غندوزو بسم الله المقلاة بها زيت ساخن. كنوضعوا جوج بصلات كما قلت مشلضين رقيق في المقلاة بها زيت ساخن، كنوضعوهم يتشحروا وعلى نار متوسطه. بالنسبه للزيت كنضيفوا زيت المائده، انا الكميه المطلوبه فقط. هنا مع التحريك المستمر كيف ما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما نزلت ليا البصله قليلا غنضيف لها الملح، مقدار من الملح دائما مع التحريك الجيد، واضيف الفلفله المقطعه قطع رقيقه او مشلضه رقيق. بالنسبه للفلفله كما سبق لي وذكرت 4 فلفلات كبارين مشلضين رقاق او 5 ديال الحبات ديال الفلفل الاخضر مقطع بهذا الشكل هذا، يعني شكل رقيق. دائما مع التحريك المستمر فوق على نار يعني متوسطه حتى كينزلنا هذا الخليط المكون من البصل والفلفل ينزلوا يعني شويه ما يبقاش بهذا الشكل هذا. من بعد غادا نضيف لهم الكبد كيف ما كتشوفوا معايا اللي مقطع قطع صغيره. غنستمر في التحريك حتى ينضج لنا كذلك الكبد مع هاد العناصر الاخرى. وكيف ما كتلاحظوا معايا انا ما ضفتش العطريه نهائيا او التوابل حتى للنهايه باش ما كتحرقش وكتبقى محافظه لنا على النكهه ديال كل حاجه، يعني النكهه ديال التوابل. هنا من بعد ما نزلت لينا تماما الكبده يعني نضجت والفلفله والبصل الخلط المكون يعني بالثلاثه هادو، من بعد ما تشحروا لنا جيدا غنضيف الفلفل الاسود، وهادشي كيجي في المرحله الاخيره. غنضيف الفلفل الاسود او الابزار، ثم كنضيف ملعقه كبيره من البابريكا او التحميره او الفلفل الاحمر. ثم كنضيف ملعقه صغيره من الكمون مخلط او مخلط مع سودانيه او الفلفل الحار. هنا كنضيف الشطه او الهريسه لعشاق النكهه ديال الحار. كلكم يعني ما ديروهاش على حسب الرغبه. هنا درت نصف ملعقه صغيره من الشطه او الهريسه. من بعد كنضيف 3 ديال القطع ديال الجبن، يمكن لكم تضيفوا اكثر او اقل على حسب الرغبه، المهم 3 القطع ديال الجبن. وغنحرك ومن بعد غادا نحرك هاد العناصر مع بعض وغنطفي النار عليهم لان ما بغيتش تحافظ على توابل النكهه ديالها، ما نحتاجوش باش نحرقوها. صافي بهذا الشكل هذا غنكتفي وغنطفي عليهم النار كيف ما كتشوفوا معايا. هنا دابا الخليط جاهز تماما. وبالنسبه للرائحه يا البنات، رائحه جميله جدا كتطلع من هذه الحشوه.
اللي هي بسيطه ولذيذه في نفس الوقت. هنا غنمر للعجين اللي كنا حضرناه من قبل. من بعد ما ارتاح غنقطعو الى قطع صغيره او لا متوسطه، نقطعو الى 4 ديال الكويرات متوسطه الحجم بطبيعه الحال. غنقسم العجين ديالي بهذا الشكل هذا، كويرات 4 ديال الاجزاء. كيف ما تشوفوا معايا العجين يعني ارتاح وخدا الوقت ديالو. وهاد الرغيفه البنات كتحضر بواحد السرعه، يعني حتى لاخر لحظه يمكن لكم تحضروها، سهله وبسيطه. هنا العجين ديالي من بعد ما طلقات شي شويه كنحاول نبسطها بهذا الشكل هذا، دائما باستعانه بزيت المائده اللي كندهن بالزيت وكنطلق العجين حتى كتورق لنا جيدا، يعني كنورقوها بالزيت. كيف ما كتشوفوا معايا العجين رائع البنات، يعني كي يعطينا الطوع كيف ما كتشوفوا. من بعد ما طلقته جيدا غناخذ دابا الحشوه دائما بزيت، كما كتشوفوا معايا كنستعين بالزيت المساعده على طلق هاد الرغيفه هاد العجين. هنا البنات غنضيف الحشوه اولا كميه من الحشوه اللي حضرت معكم، هي دي. غنوضع مقدار من الحشوه نقسمها على 4 لان عندي 4 ديال الكويرات. غنبسطها باليد كيف ما كتشوفوا معايا. هنا مازال شويه سخونه عندي الحشوه، يمكن لكم يعني تسناو عليها يعني شويه حتى كتبرد. انا كنت يعني مزروبه شويه وكنطوي اولا كنلف بهذا الشكل، يعني الشكل ديال الرغيفه، ثم كنوضعها جانبا وكناخذ القطعه الثانيه او الكويره الثانيه اللي غنبسطها كذلك بالزيت او زيت الماء. ان هذه القطعه الثانيه وكنجيب القطعه الاولى اللي حضرت كنوضعها في الوسط وكنلف عليها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكويرات ال4 اللي عندي. وضعت الاولى الثانيه هذه الثالثه كيف ما كتشاهدوا معايا. نفس الطريقه غندهنها بالحشوه ونعمرها بالحشوه وغنجيب القطعه الاولى اللي حضرت وكذلك بنفس الطريقه غنلف، وهذه المره الثالثه. وكتبقى لنا قطعه واحده اللي هي الرابعه كيف ما كتشوفوا معايا. كذلك بنفس الطريقه غندهنها بالزيت، نطلقها بزيت المائده جيدا نورقها، ومن بعد غنضيف لها الحشوه المتبقيه دائما بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. وغنجيب الرغيفه ديالنا وغنلف عليها العجينه القطعه الرابعه بهذا الشكل دائما. كتشوفوا معايا عجين رائع البنات. وغناخد طاوه ديال الفرن او لاطه الفرن او صفيحه الفرن كل واش كيسميها. غنطلق الرغيفه ديالي جيدا بالشكل كيف ما كتشوفوا معايا، رقيقه تقريبا 5 سنتيم هكاك في العلو. كنطلقها جيدا وكناخذ داك الزيت اللي متبقي في المقلاة وكندهن به الوجه ديال الرغيفه ديالنا جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما خرجتها من الفران البنات رائعه محمره مقرمشه، يعني ما تشبعوش منها كيف ما سبق لي وذكرت نهائيا. هنا غنقطعها وغنوريكم النتيجه معايا كيف ما كتشوفوا. صدقوني البنات الا جربتوها غادا تعجبكم هذه الطريقه. وهكا كنحاولوا ننوعوا بالنسبه للفطائر اللي كنحضروهم، يعني مره نحاولوا ننوعوا، يعني مره بهاد
بالطريقه هذه كتكون زوينه لذيذه خفيفه ما تشبعوش منها البنات. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. وهذه هي كما كتشوفوا معايا بالكبده كتجي بنينه البنات لذيذه جدا. نقطعها معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا البنات كتكون مورقه والحشوه يعني فيها في الداخل ديالها كتجي يعني لذيذه واحد الدرجه ما تصوروهاش. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو مره اخرى. كنشكركم على حسن التتبع وهذا هو الشكل ديالها والقوام. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى تجربوها بطريقتي وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والتعليق البنات من تعاليقكم الزوينه اللي كتفرحنا. هذا شكلها النهائي. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.